أيضا أنت كلمت عن الدور الذي تقومين به مع الحكومة. كيف يتم عمل الورش والتدريب والمهرجانات من خلال تعاملك مع المؤسسات الحكومية؟ طبعا زي ما انت عارف، انت مش هتقدر تعيش في المجتمع اللي حواليك لوحدك. عشان تنهض يجب ان انت تشوف مؤسسات ناهضة علشان تعمل معاها بروتوكولات عمل دي هترفعك معاها. فكان اهم حاجه عندي لما جيت المكتبه ان انا اعمل بروتوكولات عمل مع المؤسسات الكبيره زي جامعه جنوب الوادي، زي مثلا التربيه والتعليم، زي الازهر، وزاره التضامن، شباب ورياضه، المجلس القومي للمراه. ده خلاني ان انا يبقى عندي فرصه جيده ان انا يحصل في ما بيننا تعاون، استفاد منهم وفي نفس الوقت انا افيدهم بالمكان، افيدهم بالقاعات اللي عندي، باخد منهم الخبرات اللي عندهم. طبعا هم يعني لهم بعد طويل وكبير في المؤسسات اللي هم بينتموا اليها. اكيد. العقول اللي في المؤسسات دي قدرت ان انا استفدت بيها بتدريبات مختلفه، بانشطه مختلفه. ده ادى التدريبات والانشطه المختلفه دي ادت الى ان في رواج في المكتبه دلوقتي بقت على مش هنقول بدايه طريق الشهره، لا هي اوريدي بقت مشهوره ما بين ليست فقط في قنا ولكن يعني بسم الله ما شاء الله يعني في حتى المواطن القنائي العادي. ايوه يعني وصلت حتى في القرى والنجوع. احنا عندنا المكتبه المتنقله دلوقتي بتروح القرى والنجوع اللي هي الاماكن اللي ما يقدروش يجوا فيها المكتبه، احنا بنوصل لهم خلاصه المكتبه لغايه عندهم، لغايه باب البيت.